ومنهم على 40 سنة بها. وفي السنة الماضية 2012 تفاجأ سكان الحي سبيبا وشبابا بظهور مالك الأرض التي تواجدوا عليها حي السعادة، علما أن الحي عمره بعد الحريق الذي سب فيه الأخوان العاملين في الفلاحة سنة 1968 وبمباركة مع السلطات المعنية التي عمدت إلى تصفيف الأزقة وترتيبها، وبقي الحي يتطور حكم ربط شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف ورصة الأزقة وربط الشبكة المساهمة من الساكنة. سيدي العامل المحترم، بعد هذا التقديم الذي نروم من خلاله توضيح بعض المعلومات التي نحن على يقين بأنكم تعرفونها بسبب مسؤوليتكم التي تقضونها، ومن خلال هذه المسؤولية فسكان حي السعادة يناشدونكم بأن تتخذوا برأيكم السديد وقرار فيكم الحاسم في حماية الحق للسكان. سكان حي السعادة بإنشاء تمكين سكان الحي من الامتلاك البيوت التي يقصرون بها منذ مدة طويلة بوسائل تضمن لهم حقهم في الأرض الذي يتصرفون فيها. مطالبة السيد محافظ المحافظة العقارية بإمكانه بإيقاف مسألة التحقيق التي تهدد السكان الحي في حرمتهم من حق السكن والمسكنة تحت المطلب 15426 إلى 10. وفي الأخير تقبلوا منا رائد الخير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله.